هنعمله حبايبي مع بعض الهريسة الاسكندراني بمكونات حلوة قوي وهتعجبكم قوي. جايبة نص سميد عادي من العطار من غير اي اضافات، ومعلقتين كبار دقيق، ومعلقة جوز هند اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش، بس طبعا بتفرق في الطعم، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. يبقى انا حطيت نص كيلو سميد ومعلقتين دقيق ومعلقة جوز هند كبيرة ومعلقة بيكنج باودر. هنا دي كوباية سكر هكرملها، وبعد كده باجيب كوباية الا ربع سمنة وكوباية لبن. وهنا الخليط لو عندك فانيليا بودرة حطيها على اللي هناك، عندك فانيليا سايلة هنحطها بعد ما هنا الخليط يخلص، بنحط فانيليا سايلة. اول ما يخش كده في الكرملة او كده يعني بدأ يسيح اهو، ساحت معانا خالص كرمل. بعد كده بحط كوباية الا ربع سمنة، طبعا بفضي الكوباية الا ربع كلها، وكوباية لبن. يا ريت يعني تكون سخنة عشان خاطر ايه، طبعا السكر هيقفش معانا، اللي هو برضو سهل معانا في على النار يعني. وطبعا لازم تكون حاجة واسعة عشان بيفور، عشان ما يفورش منك يعني. يعني حلة بقى، طاسة كبيرة، شوفي بقى على حسب برضو ما انت تعملي، المهم حاجة ما تفورش منك. طبعا وطي النار بقى هنا في الخطوة دي عشان خاطر ما يفورش يعني. وبفضل طبعا اقلبه لغاية ما السكر يدوب خالص. هو كده كده متقلقش السكر هيدوب، طبعا احنا مولعين النار. اول ما السكر يدوب كده والخليط يتجانس مع بعضه، بروح طفي عليه النار وبسيبه بقى يبرد شوية. اسيبه يبرد واعمل لنا الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية وعصرة ليمون. هنا بقى ما بسيبوش اللي هو يعمل، لاني عايزة الشربات خفيف يعني، يا دوبك يغلي كده غلوتين وبطفي عليه على طول، وبحط عصرة الليمونة. هريسة جميلة جدا وطعمها حلو طبعا، وبتعتبر برضو اقتصاديا ان بره الهريسة غالية قوي. هنا هحط الخليط كده برد، احط معاه الخليط، افضل بقى افضل اقلب فيه لغاية ما السميد يشرب من الخليط اللي انا عاملاه كله، ما يبقاش فيه حباية سميد ما فيهاش من السمنة ولا السكر. تفضلي كده تقلبي لغاية ما كل حباية السميد تتقلب كويس وتتغلف كويس، لان اهم خطوة اللي انتي تغلفيها كويس. بصوا يا حبايبي الخليط معايا طبعا تقيل، لان دي مش بسبوسة، دي هريسة. بس كده خلاص اتغلف كله. هنا هتحطي عادي في صينية ما فيهاش اي اقدام ولا اي حاجة، والخليط طبعا متماسك، لكن مجرد ما تعمليه بايدك هتلاقيها طرية معاكي قوي. بس يا حبيبي هي سهلة جدا بقى في الفرد. جربي الهريسة دي بالخطوات دي، جميلة جدا. هنا بقى دي خطوة إضافية، عايزة طبعا تحطي زيتونية، عايزة تحطي مكسرات، تحطي الحاجة بقى اللي عندك حطيها، ما عندكش اعمليها سادة، عايزة تعمل سادة مفيهاش أي مشكلة. هنا كان عندي حبة سوداني رحت حطاهم من فوق الوش. بس يا حبيبي أول ما تطلع هي وسخنة بروح حاطة عليها العسل، وبسيبها بقى ايه لمدة كده ساعتين تبرد، يعني لغاية ما تبرد خالص وتشرب الشربات كله. هي طبعا بصي كده تحسي مليانة شربات، تسيبيها بقى وتغطيها. انا برضو هحط بقية الكوبايتين كلهم وغطيها وسيبيها بقى ايه شوية خالص لغاية ما تحسي اللي هي كلها اتشربت، ولازم تبرد عشان لو عملتيها وسخنة هتبقى مفرفتة. بصوا يا حبايبي هنا اقطعها، يعني لازم تسيبها تبرد خالص. بصوا يا حبايبي طبعا سيبها تبرد خالص. بصوا هشة جدا وجميلة وطرية، بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.